السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن داشبورد او بروجكت ريليتد بالهايرنج والجوبس في الوطن العربي، خاصه في بلاد شبه مصر والكويت وقطر والسعوديه والامارات. خليني الاول اشرح لكم ايه هي المشكله وازاي الداشبورد دي ممكن تحلها، وليه يعني انا عملت البروجكت ده. هو اولا ان شاء الله البروجكت ده هيبقى دايما موجود، هحاول اخليه دايما اب تو ديت، هحاول دايما اعرف يعني ابريند داتا جديده في البروجكت، بحيث ان هو يبقى مفيد دايما، يعني ربنا ده طول العمر يبقى على طول شغال. طيب، ايه الفكره؟ الفكره كلها ان احنا كنا عاوزين نعمل زي ما انا كاتب كده فوق unlocking hiring insights. احنا عاوزين نفهم الشركات اللي بتعين ازاي، متطلبات الشركات نفسها عامله ازاي، مين الشركات اللي بتحتاج جونيور، مين الشركات اللي بتحتاج سينيور. ده كله بيزد اون ان انا عملت سكرابنج للداتا بتاعت الشركات دي، او سكرابنج للداتا بتاعت الوظائف اللي الشركات دي نزلتها في اخر 3 شهور. انا لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقوا الداشبورد انا عامل لها تايتل فوق اسمه Unlocking Hiring Insights Job Market Analysis in the Middle East Tech Industry 2024. 2024 انا الداتا اللي معايا اغلبها من اول 5/3، من شهر 3 يعني لحد 4/8، يعني من شهر 3 لحد شهر 8 اللي احنا فيه اغسطس. فالداتا تعتبر جديده، وان شاء الله كل اسبوعين 3 هتبندي فيها داتا جديده، هسكراب داتا جديده وابندها فيها. طيب، ايه المشكله؟ المشكله كلها بتكمن ان انا زي ما قلت لك، هو احنا عارفين التايتل منفرد. يعني احنا مثلا عارفين ان شركه فويس مثلا عاوزه راجل جافا ديفلوبر وخلاص سينيور، لكن احنا مش عارفين هل هي بتحتاج التايتل ده كتير ولا لا، هل هي اعلنت عنه اكتر من مره ولا لا. طب هل ايه هي الريكويرمنت اللي بتبقى طالباها في الراجل ده، او في التايتل ده. طب هي عاوزه فول تايم ولا بارت تايم؟ طب انا عاوز اعرف الشغل الريموت اللي موجود في الامارات، انا عاوز اعرف الشغل الهايبرد اللي موجود في مصر، انا عاوز اعرف ايه الشغل اللي متاح للناس المانجر اللي موجودين في مصر هنا في التك اندستري. طب بص، انا كنت عايز اشتغل في السعوديه، عاوز اعرف ايه الشغل اللي ممكن يبقى موجود في السعوديه مثلا للسينيور جافا ديفلوبر. إيه في حد في شركات هناك بتطلب التايتل ده؟ طب لو في، مين الشركات دي وبتطلبه فول تايم ولا بارت تايم؟ احنا عاوزين نعمل ايه، زي نقول ديسكفر او اناليسيس فعليا للجوب ماركت كله، من خلال ان احنا ناناليسيس الداتا اللي جايه من مين، من السايتس دي. طيب، الداتا انا عامل لها سكرابنج من اكتر من سايت زي لينكد ان، انديد، جلاس دور، وظف. وان شاء الله الايام الجايه الموضوع هيتطور اكتر. ده يعتبر فيرجن 1، يعني ممكن نسميه ان هو اول فيرجن من الداشبورد دي، وهحاول ان انا اطوره اكتر قدام. طيب، خلينا كده نفهم الاول ايه الموضوع. احنا عندنا، انا عامل الداشبورد دي ل 3 بيج. اول بيج الاولانيه دي بتتكلم عن الكونتريز، البلاد، وهقول لك هنفهم منها انا كنت عاوز ابين ايه. تاني حاجه بتتكلم عن الكومبانيز، وبتتكلم عن الفرص اللي الشركات عاوزاها، وايه التايتلز اللي الشركات عاوزاها، وعاوزاها فول تايم ولا بارت تايم، وعاوزه جونيور ولا سينيور ولا ميد ليفل ولا سون، وكمان الاندستري اللي هي طالباها. اخر حاجه هي بتتكلم عن السكيلز والريكويرمنت اللي الشركات دي طالباها، وهقول لكم كل حاجه من دول عملناها ازاي. بس خلينا نبدا اول كده، نبدا الشرح بتاعي. انا هقسم الشغل لتو بارتس. البارت الاولاني نون تكنيكال، والاولاني قصدي 1 و 2. الاول نون تكنيكال والثاني تكنيكال. هتكلم الاول ازاي اي حد ممكن يستعمل الفلترز دي او يستعمل الداشبورد دي ويستفيد بيها كويس ويفهمها، عشان في ناس كتير مش كل الناس شاطره في حوار الباور بي اي. وفي نفس الوقت في الاخر هقول ايه التكنيكالز او الايشوز والتريكس اللي قابلتها في الحاجات دي كلها وازاي عملتها. فهنتكلم الاول على البارت الاولاني، وهو اللي هو نون تكنيكال. اول صفحه عندنا، اول بيج عندنا بتتكلم عن الكونتريز، البلاد. خليني اقول لك على حاجه. ايه البلاد اللي موجوده هنا؟ هي مصر، الكويت، قطر، السعوديه، الامارات. مسافه ما تدوس مثلا مصر هتلاقي كل فلاتر بتتغير. طب ايه الفلاتر ديت، او ايه الشارتس دي، او ايه البلوتس دي؟ هشرحها لك دلوقتي، هوريك بس بشكل عام ايه الحاجات دي. هنا عندك حاجه اسمها فلترز، بقول لك برضو فيها ايه. خلينا نعرف بلوت بلوت ونفهم ايه اللي مطلوب من كل واحد من دول. اول حاجه، حاجه اسمها الامبلويمنت تايب. ايه الامبلويمنت تايب؟ بيقول لك ان انت عندك نوع من انواع التوظيف. عندك بارت تايم، فول تايم، انترنشيب، بروجكت، ناس شغاله ببروجكت والمشروع وبيمشوا، ناس شغاله كونتراكت بعقود. دي الحاجات اللي انا قابلتها كلها. طيب، لو انا جيت قلت لك هنا ايه، قلت لك طب ايه الشرط اللي قدامك ده بيبين ايه ده؟ والله ده بيبين مثلا ان مصر، عندك مصر مثلا
فيها اللون الازرق ده، واللي هو الاخضر شويه والاورنج ده، اللي هو مثلا فيه عقود، وفي برضه فول تايم. اغلب الشركات هتلاقي هنا فول تايم، وفي كمان انترنشيب. طيب لو انت وقفت كده هيظهر لك حاجه اسمها تول تيبس او زي ويندو كده. هنا مسافه بس ما وقفت كده وقال لك انت كده عاوز ايجيبت، انت معلم على ايجيبت اللي هي فول تايم. خلاص احنا عندنا في ايجيبت فول تايم 4079 وظيفه ل 1495 شركه. وهتلاقي ان الموست او التوب 3 كومبانيز اللي هنا، او الثلاث شركات الاكثر، ثلاث شركات هنا هم شركه كلينيكال اللي هي الاولانيه دي، كونفيدنشال كومباني، واس اس سي ايجيبت دي. دول اكتر ثلاث شركات طلبوا. طيب السعوديه مثلا، لو جينا وقفنا عند السعوديه كده، في عند البرتقاني ده، السعوديه البرتقاني ده اللي هو مين؟ اللي هو السعوديه البرتقاني ده اللي هو اورنج ده اللي هو انترنشيب. خلاص ولا ده انترنشيب اللي هنا مثلا. في السعوديه لو جينا نقف كده، في 37 انترنشيب نزلوا من 24 شركه، في دوبزل، وفي اللي هي الشركه الثانيه، وفي الشركه الثالثه دي. طيب اللي هي فاينانس كير دي. ومن هنا اقدر اقول لك ان انت تقدر تفلتر بالبلد. انا مش عايز كل ده، انا عاوز مثلا مصر الشقيق، مصر الحبيب، نقف هنا عند مصر. لو جيت هنا تشوف مصر هتلاقي ان هنا مصر فيها فريلانس، وفيها كونتراكت، فيها فول تايم، وفيها انترنشيب، وفيها برضه بارت تايم. يبقى انت عاوز تبص على ايه كمان؟ معلومه عن مصر. تعالى نبص الناحيه الثانيه، هتلاقي كمان ان في سي ليفل. ايه السي ليفل ده؟ اللي هو السي او والسي تي او الكلام ده كله. وفي انتري ليفل مطلوب اللي هو جونيور. ومعلومه كمان اقولها لك، ان هنا انتري ليفل وجونيور مقصود بيهم ناس اكسبيرينس من زيرو لسنتين. من زيرو لسنتين، تمام. لا اسف، من 1 لسنتين، من 1 ل 2، من سنه لسنتين، من سنه لسنتين. بعد كده عندك الليد، وبعد كده عندك المانجر، كده عندك الميد ليفل والاذر والسينيورتي ليفل والسينيور ليفل. حاجه اسمها الاندر جراد اللي هم الناس الطلبه، واللي هم الفي بي. طيب كل ده انا عارف. مين بقى الاذر دول؟ انا عارف السينيور والجونيور. مين الاذر دول؟ خليني اقول لك على حاجه كانت بتقابلني في الداتا، واقول لك انا سبتها ليه كده. كان في شركات ما كانتش بتحط السينيورتي ليفل اللي هي طالباه، كانت بتكتب الديسكربشن بس، ما كانتش بتكتب السينيورتي ليفل. وما كنتش قادر ان انا اخرجه منها يعني. فانا قلت بدل ما اشيل الشركات دي، طالما ما باقي المعلومات او باقي الداتا بتاعتها موجوده، انا هحطها لك عادي، في سبيل ان انت لو قابلت اثر دي اعرف ان انا ما كنتش عارف ان انا او هم ما كانوش كاتبين اصلا السينيورتي ليفل اللي هم محتاجين. طيب ما توريني كده ايه الشغل اللي موجود في التايم او انترنشيب في مصر. لو دوسنا على انترنشيب، هتلاقي في مصر انترنشيب كان في منها جزء كبير انتري ليفل، 64 حاجه كان نازل انتري ليفل، ارتفيشال انتليجنس انترن، وفلاتر ديفلوبر انترن، وكان في حاجات اندر جراد، تمام. وهتلاقي برضو ايه اللي هم الموست 3 تايتلز او التوب 3 تايتلز اللي كانوا ايه مطلوبين. اجمالي كله كام؟ 72 ايه، 72 وظيفه. طيب من هنا عرفنا الفلاتر دي ازاي احنا ممكن نستعملها. طب ايه اللي تحت ده؟ قال لك ده التواريخ اللي نزلت فيها الاعلانات، او ممكن نقول عليها ال 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 التعيين الهايرنج، او بيحصل امتى في البلاد. وخليني اقول لك معلومه كمان في الحته دي قبل ما نقراها. الداتا اللي انا لما جيت اعمل سكرابنج، عامل سكرابنج ده يوم 3/8 او يوم 4/8 على ما اظن، ده اخر مره عملت فيها سكراب. فانا سحبت الداتا اللي كانت موجوده في المواقع على قد ما اقدر من يوم 4/8. فلو جيت تلاحظ هنا هتلاقي ان الداتا اغلبها في داتا كتير قوي، او في هايرنج، في بوستس، في اعلانات، في شغل، في شركات كتير في الحته بتاعت شهر 8، اللي هو اول 8 و7 و6، 6 و7 و8، وفي كمان في 5. بس هتلاقي من اول 3 كده مفيش. هل ده معناه ان في شهر 3 ما كانش في حد بيعين؟ ما هو خلاص، ما هو الدنيا عندك واقعه اهي. لا، الشركات بتعمل ايه؟ الشركات بتعمل الاعلان بتاعها انها عاوزه حد يشتغل عندها، وبعد ما بيشتغل بتشيله. فلما انا جيت اعمل سكرابنج، خلاص هي الحاجات دي متشاله. الموقع مثلا مش هيعين عنده وظيفه بقى لها 5 6 شهور، خلاص انت يا اما عينت واحد يا اما خلاص. فاللي حصل هنا ان الداتا باينه قدامك ان مفيش تعيينات من شهر 3، وده مش حقيقي. لا اكيد كان في تعيينات، ولكن اللي حصل ان الشركات كانت بتنزل اعلانات وتشيلها. خلاص ما انا لقيت حد يشتغل. فتلاقي اغلب الاعلانات اللي عندك بيبقى 5 و6 و7 اخر 3 شهور. طيب كمان معلومه، احنا ان شاء الله طول ما المشروع ده شغال احنا هنبدا نسكرابنج داتا جديده ونكولكت داتا جديده اكتر. فده هيبين لنا فعليا مع السنين الجايه ومع الاشهر الجايه انهي شهر بجد مقارنه بباقي الشهور
كان هو اللي فيه الهايرنج عالي. يعني انا عارف من العرف كده يعني ان مصر التعيينات فيها او الهايرنج فيها بيبدا من شهر 5، والانترنت بتاع من شهر 5. فعلا الكلام صح، اديته من شهر 5. بس انا هبدا احدد الكلام ده امتى؟ لو انا قفلت معاكم 2024 وجيت مثلا على 2025 لقيت برضه شهر 5 بتاعنا فيه، 2027 شهر برضه 5 بتاعنا فيه. اذا ده باترن بيتكرر لينا كل سنه. لكن انا عندي سنه واحده، فمش هقدر اخد القرار بتاع ان لا هو دايما في شهر 5 في تعيينات. هو بالعرف كده اللي انا اعرفه ان بيبقى في تعيينات في شهر 5 كتير، وفي السعوديه في شهر 7. حتى لو جيت عملت السعوديه كده تلاقي السعوديه هنا في شهر 7 اكتر كمان. ده كمان حسب ما انا عرفت. بس زي ما قلت لك ايه، الفكره هنا ان احنا مش هنقدر نقول هنا ان ده العرف او ده السلو اللي بيحصل كل شويه او ده الباترن اللي بيحصل كل سنه، لان انا مش معايا داتا السنه اللي قبلها. قدام ان شاء الله مع وجود الداتا ديت ونزود عليها هنلاقي بقى الباترن اللي بيتكرر ازاي، ونعرف ايه الشهور بجد اللي فات عينات كتيره وهكذا. طيب، كمان هنا هتلاقي ان اغلب الشغل من حظ السعوديه، آه الامارات ومصر اكبر حاجه، والكويت وقطر قليلين. انا عامل سكرابنج ل 9566 جوب. كنت عامل سكرابنج لحاجات اكتر من كده بكتير، بس كان فيها مشاكل شبه انها تتكرر. شبه ان يعني كان في مشاكل مثلا شبه ان الشركه تلاقيها عامله اعلان لنفس الوظيفه على اكتر من سايت، فلما تيجي تسحب او تعمل سكرابنج تكتشف ان هم متشابهين وبتاع، فكنت بشيلهم. فالمهم يعني ان هم دول 9566 وظيفه ان شاء الله اكيرت يعني اكيد منهم. آه وبس كده. طيب، احنا ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن مثلا نقول والله احنا مش عاوزين الدنيا دي، انا مش عاوز من اول شهر مايو ولا حاجه، انا عاوز مثلا من اول شهر فبراير يناير. اوكي انا بنزل حتى من اول شهر ايه 6 كده. دي داتا بتاع اكتر شهر 6. شهر 6 كان فيه تعيينات بجد كتير. وهنا تكتشف الحته اللي انا عايز اوريها لك: 8123 وظيفه. 8123 وظيفه من اصل 9000 وحاجه. ده معناه ايه؟ ده معناه اغلب الداتا اللي كان معمولها سكرابنج كانت موجوده بجد في شهر 6 وشهر 7. فعليا ما كانش فيه داتا كتيره، انا سحبتها في شهر كام؟ في شهر 8، في شهر قصدي 3 و4. هقول لك الرأي. لو انت جيت هنا مثلا رجعت من اول مثلا من اول هنا اول 5000، خليني اعمل لحد اول 6 سبتمبر اكتوبر، اللي مثلا من اول 6. بص كده 1000 1443 وظيفه بالنسبه ل 8000 اللي شايفه من شويه. لا فعليا ما كانش فيه وظائف كتيره، وسببها يعني يعني 3 و4 كمان كانش فيه يعتبر وظائف. يعني لو جيت هنا برضو ده 5، سيب 5 كمان يا عم. بص مفيش. اغلب الداتا اللي معانا هي 6 7 8. وده مش معناه اهو ان ما كانش فيه تعديلات قديمه، لا كان في عادي، بس الداتا هم مسحوه. تمام. طيب، خلينا ممكن نص فلتر كده ونعمل كلير ونرجع ايه ده الاصل بتاعنا. طيب ممكن برضو تدور وتشوف ان مثلا ممكن تفلتر هنا بالسيريورتي ليفل، وليكن مثلا انتري ليفل. اغلب شغل الانتري ليفل مثلا كان في شغل في مصر، وكان في شغل في السعوديه، وكان في شغل في الامارات، وكان. يبقى انت هنا ممكن تفلتر براحتك الامبلويمنت تايب، وممكن تفلتر برضه بالسينيورتي ليفل بتاعك. يعني انت مثلا ممكن تشوف مين الناس اللي كانوا بيعوزوا ليد، مين الناس اللي عوزوا في بي مثلا كانت موجوده في مصر والسعوديه، كانت 29 وظيفه. تمام. ايه في السعوديه مثلا اهو، كان في وظيفه واحده في السعوديه، كان في كمان 26 وظيفه فول تايم، ووظيفتين وظيفتين صح كده اللي هم بقى 29. هتلاقيهم متقسمين لك يعني عشان تعرف انهم الدنيا عامله ازاي. طيب، كمان معلومه: الفلاتر العامه دي انت ممكن تستخدمها زي ما قلنا من هنا من فلترز فوق كده. ممكن تفلتر براحتك من فوق بالكومباني باللي انت عاوزه، وممكن تفلتر كمان بالشرط نفسها، تدوس على الشرط نفسها وتتعامل معاها. طيب اوكي، خلينا بس. ده كده كانت ايه؟ دي كده كانت اول بيج. البيج الثانيه بتتكلم عن الكومبانيز والجوب تايتلز اللي بتقدمها. وهنا هقول لك انا استعملت كام حاجه كده عايز اوريها لك. اول حاجه هنا خليني اقول لك مثلا انت دوست قبل ما ندوس اي حاجه، خلينا لو هنركب الشكل. انت كان عندك في اجمالي 5 دول. كلينيكال دي كانت اكتر شركه
ولو اكتشفتها هتلاقيها باين في شركه هايرنج، هي بتعلن اعلانات وظائف اصلا، فطبيعي تبقى عامله 224 وظيفه. داتا اناليست مطلوب كتير، داتا انجينير والديف اوبس والداتا ساينتست والسيلز انجينير والبزنس اناليست واليو اي يو اكس، كل الكلام ده حلو. اقول لك بقى على حاجه هنا، احنا مثلا هنيجي نفلتر مثلا بمصر. والله اكتر الشركات اللي كانت موجوده في مصر نمبر اوف جوبس اوبننج باي كومباني، كان شركه كونفيدنشال كومباني. دي كونفيدنشال كومباني دي شبه كارنيكال دي كده، شركه هايرنج، فطبيعي تلاقيهم عاملين اعلانات كبيره كده. هم برضو اس اس سي ايجيبت دي. ما عندك مثلا بي دبليو سي، عندك مثلا اللي هي بلاك ستون دي، وعندك اورنج مثلا، مثلا اورنج. ايه اللي حصل هنا؟ دي التايتلز اللي اورنج طلبتها. بايه كمان؟ كومبوننت تايب كلهم فول تايم، بالسينيورتي ليفل كانوا طالبين ناس سينيور، اذر مانجر، ليد، انتري ليفل. طب انت عاوز تشوف مين الناس مثلا اللي كانوا انتري ليفل، دوس انتري ليفل هنا كده، هم دول اللي كانوا طالبين. جنرال ابلكيشن ديفلوبمنت، ديفلوبمنت سبورت انجينير، وهنا اسمه جونيور سوفت وير ديفلوبر. هم دول مين؟ دول التايتلز اللي اورنج بتاعت مصر كانوا طالباهم انتري ليفل. تمام. طيب والله انا نفسي اشتغل مثلا في فويس، قول لي كده ايه اللي موجود مثلا في فويس مثلا. والله فويس مثلا عايزين نشوف برضو مين الناس اللي سينيور دول. هم دول كل التايتل اللي عايزين، ميد سينيور نتورك بيج داتا سينيور انجينير، كل التايتلز اللي كانت موجوده. هنا كمان هتلاقي حاجه عامه اسمها الاندستري. لما الشركه ساعات في شركات بتحط الاندستري بتاعتها، يقول لك مثلا احنا شغالين في الاكل، في الكوميونيكيشن، شغالين مثلا في الكير، شغالين في اي حاجه، في الهيلثي، في اي حاجه، في الصحه، في التعليم، في الاديوكيشن، في اي حاجه. فلو هم كاتبينها هتلاقيني ظاهرها لك، مش كاتبينها هتلاقيني برضه حاطه لك اظهر، لانك مش عايز اشيلها الداتا زي ما قلت لك. طيب عايزين برضه نشوف مثلا مثال كمان، مثلا الامارات. طب انت عايز تشوف اي حاجه في الامارات؟ انا عايز اشوف الناس اللي كانت شغاله في الامارات وريموت. دي الشركات اللي كانت طالبه في الامارات ريموت، ودي التايتلز اللي كانت الشركات دي طالباها، ودي السينيورتي ليفل، قصدي الامبلويمنت طيب اللي هم كانوا طالبينه. فول تايم، ناس بارت تايم، وكان ناس انترنشيب. انترنشيب مين دول؟ بص عليهم كده، جافا ديفلوبر انترن، بروجكت مانجر انترن، وسكرام ماستر انترن. هم دول اللي هم كانوا ايه طالبين، وكانوا ايه ريموت زي ما انت عارف. من هنا احنا كمان نقدر نفلتر بالبلد، ونقدر كمان نشوف الشغلانات الريموت والعاديه والهايبرد. يعني ممكن نشوف هايبرد ايه اللي موجود. هايبرد موجود في السعوديه والامارات. طب انا عايز اشوف الهايبر بتاع السعوديه. تمام. هتلاقينا هايبرد السعوديه مثلا عندك اللي هي ال سي ديت، وعندك اللي هي جوبس فيها اي فاينانشال كيرز كاريرز، وعندك مارك ليس ديت، وعندك كذا شركه. طب حلو، عايزين نشوف مين الناس اللي كانت طالبه سينيور. والله دول كانوا عايزين سينيور، اللي هم دول الشغلانات اللي كانوا طالبينها. بكده انت قدرت تفهم الشركات اللي في البلاد دي عامله ازاي وعاوزه ايه، وايه التايتلز اللي بتحتاجها كام مره. طيب احنا نقدر هنا كمان نعمل حاجه حلوه، ودي بقى حاجه كانت ايه، كانت تسهل عليكم حاجه. بص، انت عادي ممكن تشير بالشركه. مثلا ممكن تقول شوف هنا حاله، مثلا الحاله دي كانت في مصر، كنت طالب 14 وظيفه، وهم دول 14 وظيفه اللي هم كانوا طالبينهم. دي الامبلويمنت تايب بتاعتهم، والشغل كان فول تايم وفي كونتراكت. حلو. طيب ركز بقى معايا، انا عايز اسيرش هنا على وظيفه. خليني اقول لك انا بقى السيرش ده يعني ان شاء الله يعني يبقى كويس قوي يساعدك. لو انت دوست هنا مثلا كلمه داتا ساينس، او خلينا نقول يعني كده كده، واجيب لك كل الايه، كل الفئات اهيت، وخلينا ندوس داتا ساينس. دي تايتلز، ركز بقى معايا في الحته دي قوي. اللي بيحصل ايه في التايتلز اصلا في الحاجات دي؟ الشركات بتنزل تايتلز ساعات هلاميه مظلمه. يقول لك مثلا ايه، داتا ساينتست سلاش سينيور سلاش فود سلاش هيلث سلاش كوما مش عارف ايه. فانت هتلاحظ ان الجوب تايتلز فعلا اللي بتنزل ما بتنزلش داتا ساينتست، ما بتنزلش داتا اناليست، ما بتنزلش سوفت وير انجينير، ما بتنزلش مثلا جافا ديفلوبر بس، بتنزل كلام كتير. انا قدرت ان انا استعمل حاجه اسمها سنتنس ترانسفورمرز، دي حاجه في الان ال بي، وقدرت ان انا شبه اعمل نورماليز، او شبه ان انا اخلي اعمل كاتيجوري كبيره للتايتل وتحتها سب كاتيجوري منها. اديك مثال، دوس كده داتا ساينس دلوقتي. دي الشغلانات اللي تحت كلمه داتا ساينس هنا.
داتا ساينس، داتا ساينس ليد، ستاف داتا ساينس، اسوشيت دايركتور، داتا ساينتست اسوشيت، وهتلاقي كل الحاجات دي. فايه هنا الميزه؟ انت ابحث بس فوق هنا بالجوب تايتل، وانا هجيب لك تحت الشركات والتايتل اللي انت عاوز تشتغل فيه نزل ليه تايتلز عامله ازاي. يعني داتا ساينس ده لما نزل باسم داتا ساينتست مره، نزل مره باسم داتا ساينتست ليد، نزل مره باسم ريموت داتا ساينتست. تعالى كده نسال ريموت داتا ساينتست دي، هنلاقي تيورنج ديت وار او او اند يو دي هي اللي كانوا طالبين فول تايم. كانوا عايزين ناس انتري ليفل، وكانوا عاوزين ناس اذر ديت اكيد يعني هتبقى يعني مش عارف ايه، بس اكيد هتبقى سني. تمام. فمن هنا انت تقدر كمان عن طريق السيرش اللي انا عامله ده يسهل لك ان انت تسيرش في الجوبس. يعني بدل ما انا كنت احط لك التايتلز دي فوق انت هتتلخبط، فانا حطيت لك شبه المين كاتيجوري بتاعتها او الاساس بتاعها، وتحت السب ايه السب ليفل بتاعتها، وان شاء الله تبقى يعني شغاله معاك زي الفل يعني. لا تقلق. طيب يعني كلير هنا. ماشي. دي كده البيج الثانيه. البيج الثالثه بقى، وهي بقى دي كانت حتى انا كاتب فيها ايه، كاتب فيها ملحوظه كده لانجوج موديل ان ايه ان ديفلوبمنت. انا قدرت ان انا اعمل لانجوج موديل، او قدرت ان انا اعمل ماشين ليرنينج موديل يعني خاص بان ال بي، كان بيه ان هو يعني يعرف ان هو اكستراكت السكيلز والتولز والفريم وركس من الجوب تايتل، او من قصدي للاسف من الجوب ديسكريبشن. يعني انا كنت ممكن اقف في السكرابنج لحد كده، ما هو ده اللي الموقع بيديهولي، بيديني مثلا الجوب تايتل، بيديني السيريتي ليفل، بيديني فول تايم وخلاص، وبيديني جوب ديسكريبشن كده بلوك كده. فانا الحمد لله يعني لحد البلوك ده كان في حاجه احسن، هو ان انا استعمل الان ال بي او استعمل لانجوج موديل. انا استعملت بيرت، بان هو كان ان هو اكستراكت السكيلز من الجوب ديسكريبشن كمان. يعني احنا دلوقتي نقدر نجيب تايتل والتولز والفريم وركس او الحاجات التكنيكال اللي كانت مطلوبه في الجوب ديسكريبشن. ازاي؟ تعالى اوريك. هنقول مثلا دوت نت ديفلوبر. دوت نت ديفلوبر ده كان اكتر حاجه مطلوبه عندنا سي شارب، اي اس بي دوت نت، سيكوال، سي اس اس، الجافا سكريبت، الانجلر، الجي كويري، الجيت. نشوف بقى. بس كده لو جيت تبص على اليمين هتلاقي الدوت نت ديفلوبر ده كان نازل له، كان نازل له كل التايتلز دي. دي كل التايتلز اللي واقعه تحت مين؟ تحت الامبريلا بتاعت مين؟ بتاعت الدوت نت ديفلوبر. ولو انا عاوز اعرف الداتا اناليست، هتلاقي داتا اناليست ده دي كل الايه التايتل اللي كانت نازله تحت. حلو. حلو. وبعدين قال لك كانوا طالبين سيكوال، بايثون، تابلو، داتابيز، اكسل. الكلام ده انا جايبه منين؟ جايبه من جوب ديسكريبشن عن طريق الناس. استعملت بيرت موديل بان هو استعمل تاسكايه اسمها نيم انتيتي ريكوجنيشن، حاجه تاسك في الان ال بي، وقدرت ان هو اعمل له تريننج او اعمل له فاين تيوننج ان هو يكستراكت السكيلز من الجوب ديسكريبشن. احنا كمان دخلنا معانا لانجوج موديل عشان يدينا الداشبورد دي كويسه. طيب امال ايه اللي على اليمين ده؟ احنا كده قلنا ده جوب تايتل عادي نورماليزد، وده السب تايتلز اللي واقعه تحته، ودي التكنولوجي. امال ايه ده؟ ساعات بيبقى في كلام شبه ايه؟ ريبورتنج، فيجواليزيشن، تريننج، مش عارف، بروبلم سولفنج. الكلام ده انا اعتبرته انها تكنولوجي، تكنيكال. اسف، انا خليها تكنيكال. تمام. جيت هنا قلت له ايه؟ هتلاقي هنا مثلا حاجه شبه statistics دي. لو انت جيت هنا عند داتا اناليست هي يعتبر مش تول. statistics مش تول يعني، مش اوريدي تول، هي علم. كمبيوتر ساينس، داتا اناليسيس، ريبورتنج، داشبورد. يعني ده معناه ايه؟ ده معناه عايز اقول لك الناس اللي شغالين في داتا اناليست يكونوا عارفين يا جدعان statistics، يكونوا عارفين ريبورتنج، يكونوا عارفين داشبورد، يكونوا عارفين داتا فيجواليزيشن، يكونوا عارفين داتا كولكشن. هتلاقي دي اكتر الحاجات اللي بدات ايه تتكرر لها. دي الحاجات اللي بدات تتكرر لها كتير من اول هنا كده. تمام. وده معناه ان الاستاتستكس مطلوبه كتير، وفاهم statistics. طيب خلينا بقى نضيف كمان حاجه احسن. انا مش هبحث بس عن الجوب تايتل، انا هبحث عن الجوب تايتل بالشركه. ازاي؟ انا مثلا عاوز اشتغل آه مش هنا حاجه ليها، انا مثلا نقول ايه، والله خلينا نشوف ايه الشركات كده اللي ممكن نكون عارفها.
فين اختار مصر؟ انا عارف أجيب شركات مصر يعني. خلينا في اللي انا عارفه. انا عارف فويس اهيت. خليني بقى اوريك حاجه. مش ده كده، شوف انت الكلام. دي التايتل اللي كتبت فويس بس. دي التايتل اللي كانت فويس طالباه. دي اللي هي الاصل، ودي الايه، دي قصدي اللي هي النورماليز، ودي الاصل بتاعها. حلو. عارف بقى دلوقتي احنا ممكن نقول ايه؟ احنا ممكن نقول لما انت كنت طالبه دي في اوبس الشركه، احنا بنتكلم على مستوى الشركه دلوقتي. كنت طالبه دي في اوبس ان جي ودي في اوبس ليد، صح؟ صح. دي في اوبس ان جي ده كنت طالبه ايه؟ كانت طالبه اي دبليو اس، كنت طالبه دوكر، وكانت طالبه جيرو، وكانت طالبه كمان اللي هو لينكس ويونكس، وكانت طالبه الناس تكون عارفه جيت هاب وانتجريشن. ده كده انا عرفت السكيلز اللي الشركه بس الواحده طالباها. وده عشان انا قدرت اكستراكت السكيلز من كل جوب ديسكريبشن واحد. انت كده تقدر كمان توصل بنسبه كبيره للسكيلز اللي الشركه كانت طالباها في الجوب تايتل اللي انت عاوزه. فاهم الفكره؟ يعني الشركه اللي انت عاوزها اختارها، العباده اللي انت عاوزها، التايتلز اللي انت عاوزه، هوريك السكيلز اللي كانت مطلوبه. الموديل اللي بيعمل الحركه دي ان شاء الله يعني هعمله فاين تيونينج كمان عادات احسن من كده، وهخليه يقدر يكستراكت يعني سكيلز احسن من كده، اللي هو ساعات بيجيب حاجات او بيعديه. بكده هم دول الثري بيجز اللي هم كانوا موجودين يعني. ان شاء الله المشروع ده يبقى مفيد لكم كلكم، لاي حد بيدور على شغل، او ان اي حد محتاج فرصه، او ان هو حتى يشوف الماركت عامل ازاي في الدول، ولو في اي فرصه معاهم يعني. ده كده كان الجزء اللي هو النون تكنيكال، اللي هو انا شغاله ازاي والفلترز والكلام ده كله. خليني كمان احنا قلنا ان احنا ممكن نقف هنا، مش عارف اتفق ولا لا. ممكن نقف هنا ونشوف الشركات، ممكن نقف هنا برضو ونشوف اكتر التايتلز المطلوبه. يعني هديك مثال، ممكن تقف هنا مثلا كده في مصر، ورمادي دي اللي هي سينيور. يبقى انت لو وقفت كده، كان في 1636 وظيفه في مصر للسينيور، كانت مطلوبه للدوت نت ديفلوبر، وكانت للاكونتنت، وكان مطلوبه كمان للاي سوليوشن اركتنت. ده اكتر ثلاثه يعني. طبعا لو انت عاوزهم بقى تدور، هتروح انت فين؟ تروح هنا وتكتب سينيور لمصر، وهتلاقي الشركات عامله ازاي، ودي الثلاثه اللي كانت نازله كلها. طيب، ودي برضو لو فتحت هنا هتلاقي اللي زي لك هم دول. هم دول الايه، ال ال النورماليز بتوعهم يعني. طيب، بكده ده كان الجزء النون تكنيكال. تمام. ده كان جزء يعني ازاي يشتغل، والفلاتر ازاي تشتغل، والكلام ده كله. هننتقل بس حاجه بسيطه كده للجزء التكنيكال، عشان لو حد عاوز يعمل حاجه شبه كده، انا هوفر لكم اغلب الحاجات، هوفرها في جيت هاب تحت، في هحطها في ريبو يعني، بحيث ان انتوا تقدروا ت- تاخدوا الكودينج لو انتوا عاوزين حاجه، او عاوزين تسالوني في اي حاجه. بس يعني ممكن نقول سريعا كده، انا استعملت بايثون في ان انا اعمل سكرابنج من حاجه اسمها السيلينيوم. السيلينيوم هي حاجه بتوتوميت يعني، انا عرفت ان انا اعمل سكرابنج بيها. بعد كده عملت كان في مشاكل كتير قوي في الداتا اللي كانت بتظهر، شبه آم، التايتلز فعليا كانت معقده، كان في تايتلز كتير معقده. كان في شركات بتنزل نفس الوظيفه بالملي، بس في اكتر من سايت. انا كنت محتاج، وكل خلي بالك من حاجه بقى، كل سايت مثلا بتضيف فيه حته تاتش كده صغيره، فتحس ان الوظيفه دي مش هي الوظيفه دي، مع ان هما الاثنين واحد، بس هو يعني زود كلمتين عشان الموقع التاني. فكان لازم تفهم ان اشيل الدبل، يعني الدبلكتس على قد ما اقدر. كمان حته ان انا اعمل نورماليز الجوب تايتلز دي كانت ان انا يعني موديل زي السنتنس ترانسفورمرز ده، كنت بجيب الجوب تايتل للواحد، ومعايا مجموعه جوب تايتلز الناحيه الثانيه، وبشوف الجوب تايتل ده السيميلاريتي اللي ما بينه وما بين الجوب تايتلز الثانيه. لو السيميلاريتي دي كبيره، اعمل مثلا زي ثريش هولد كده. لو السيميلاريتي دي كبيره كنت باخده، مش كده كنت بحطه زي ما هو خلاص. كمان حاجه، الموديل بتاع اللي انا استعملت بيه ان انا اكستراكت بيه السكيلز من الجوب ديسكريبشن، كان موديل اسمه بيرت، وكان انا عملت له فاين تيوننج. انا جبت الداتا من الاول خالص، وعملت لها انوتيشن بحيث ان هو يبدا يتعلم عليها، عشان ما كانش عندي داتا. الداتا ان شاء الله هحطها لكم برضه، عشان لو عايزين تعملوا حاجه زي كده هحطها لكم جاهزه على طول، بحيث ان لو حد عاوز يدرب موديل على طول يعني ما يتعبش في انه يلم داتا ان شاء الله. آم، كان في حاجات كتير قوي في الجوب ديسكريبشن عاوز اقولها، بس للشركات عموما انها تكون واخده بالها منها.
في شركات بتاخد الجوب ديسكريبشن من شركات تانية بالنص. يعني في شركه مثلا تلاقيها شغاله مثلا في مجال الهيلث كير، وشركه تانية شغاله في مجال المطاعم، الاكل، فهتلاقيه راح جاي واخد بالملي، هو الجوب ديسكريبشن ده كده اتحط كده. وده سببه ان ممكن يكون الراجل اللي معاه التاسكيه بتاعت الهايرنج دي، او الراجل اللي بيعين، هو مش قادر يفهم بس التايتلز اللي هو بيعين ليه، فراح جاب تايتل شركه عامله نفس الاعلان جابها وحطه عنده. دي مشكله، مشكله، ومش هتفلسف في حلها. هي مشكله ان انت رحت جبت ريكوايرمنت شركه ما طلباها، محدده لها سعر بمبلغ ما، وجيت نقلتها عندك. فانت طبيعي جدا، انا لو انا عاوز اقدم عندك، انا عاوز اقدم عندك، شفت الجوب ديسكريبشن الضخم ده العظيم ده، فانا هبقى حاطط اكسبكتيشن عالي. لو الاكسبكتيشن دي ما اتحطتش، يعني ما ظبطتش، يبقى ده مش من عندي، لان نفس التايتل ده موجود في شركه تانيه بسعر تاني بنفس الريكويرمنت. حاولوا تخلوا الجوب ديسكريبشن فعليا بيعبر عن الحاجه اللي انتوا عاوزينها. انتوا ممكن تفقدوا ناس شاطرين جدا ممكن يشتغلوا معاكم عشان بس الجوب تايتل مخيف، الجوب ديسكريبشن مخيف. انت عاوز واحد عارف، يعني واحد ليه كاتب ايه، عاوز واحد بزنس مثلا انتليجنس، وعارف ان ال بي، وعارف كمبيوتر فيجن، وعارف ماشين ليرنينج. يا عم هو كده مش ده كده ده ذكاء ساحر. انت قصدي يعني انت كده حاطط ريكويرمنت من الهوا، وهتحرم واحد شاطر في الحته اللي انت عاوزها بجد، كان عاوز يقدم عندك ومش عارف يقدم لانه خايف من انت كابله. لو انت دفعت مبلغ لواحد فاهم في ان هو بجد يكتب لك جوب ديسكريبشن فعليا بيوافق الريكويرمنت اللي انت عاوزها، وتلاقي ناس الكواليفايد بيقدموا عليه فعليا، انت الكسبان. انت الكسبان، انت تجيب ناس شاطره في الحته اللي فعليا انت كتبتها، عكس ما يكون ماشي مع الترند بتاع التوظيف، وعاوزين كلنا اي اي، وانا مش عاوز اشتغل اي اي. يعني كان حصل من فتره كبيره ان هم كان في هوجه كده ظهرت داتا ساينتست كده وبتاع، وناس عينت كتير وناس مشيت ناس كتير برضه. يعني لو انا بس عاوز ادي نصيحه، ونصيحه جايه من خبره ان انا شفت جوب ديسكريبشنز كتير تايتلز متشابهه، حاول تخلي الجوب ديسكريبشن فعليا اللي انت عاوزه، اللي انت عاوزه بالفعل. انت لو عاوز 3 حاجات بس تكتبهم 3 حاجات بس، وقت احسن واحد بيعمل ال3 حاجات دول. كمان حاجه، الجوب تايتلز هنا في مصر ضايعه، عكس شويه الامارات مظبوطه فيها شويه، والسعوديه والامارات اكتر. الجوب تايتلز هنا ضايعه في ايه؟ تلاقيه واحد كاتب انا عاوز مثلا آه، حسب علمي، يعني خلينا مثلا نقول مثلا حد عارف باك اند مثلا بايثون، فاهم، عارف مثلا فلاسك او عارف نينجا او عارف اي حاجه، تلاقيه بقى حاطط له في النص، ويكون عارف كمان ده هو كده 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 في التايتل بايثون ديفلوبر. يكون مثلا حد كمان في التايتل او في الجوب ديسكربشن حاجات ملاش اي علاقه بالتايتل ده خالص، علاقه بتايتل تاني. تمام. فمثلا سين، لو انت مثلا عايز حد فول ستاك، اكتب فول ستاك بالريكويرمنت بتاع فول ستاك، لكن ما تكتبش مثلا انت عايز حد بايثون وتحت الريكويرمنت دي كلها فول ستاك. زي مثلا حته الداتا ساينتست والداتا اناليست، كل الشغل اللي قابلته في مصر عموما كان اغلبه مش كله نفس الداتا ساينتست، ونفس اللي بيعملوا داتا اناليست، ونفس اللي بيعملوا بي اي، اختلاف 3 سطور او سطرين في كل حاجه، والسطرين دول بيتكرروا في حاجات تانيه. فهي بس في غموض شويه في الجوب ديسكريبشنز والتايتلز وبتاع. فاتمنى يعني لو حد شاف الفيديو ده ياخد بس في الاعتبار ان هو ممكن يحرم حد ان هو كان ممكن يشتغل معاه شاطر، او يحرم الشركه نفسها من حد شاطر كان عنده افكار ممكن يفيدكم. والعكس صحيح، ان حد كان نفسه يقدم بس التايتل كان مخيف بالنسبه له فخاف ان هو يقدم، وهكذا. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم. ان شاء الله اي حد عاوز يكونتريبيوت معايا في البروجكت ده ان احنا نكبره اكتر، انا كده كده هشتغل عليه تاني برضه، هسيبه يعني مش هقف، هخليه اب تو ديت كل فتره. بس لو في حد عاوز يعني يكونتريبيوت معايا في حاجه، او حد عنده افكار، حد قابلته مشكله في حاجه وعاوز يتكلم معايا كده، هتلاقوا هنا فوق هنا اللينكد ان بتاعي، ممكن تدوس كده هينقلك عادي البيج بتاعتي للاكونت بتاعي، عادي ممكن يعني تشاور في اي حاجه. أم، يعني اتمنى يكون الفيديو ده مفيد ليكم ان شاء الله، باذن الله نتقابل في حاجه كويسه تاني. شكرا، السلام عليكم.